النهارده معانا ساعة بجربها بقالي فترة كبيرة جدا، وهي الهاينوتك RW42. هي تقريبا ساعة موجهة لكل الناس، ان كنت شخص رياضي او شخص عايز ساعة سمارت عادية خالص، او لو عاوز تلبس حاجة شيك برضه في ايدك. فالساعة دي هتكون ليك، بتدعم المكالمات وكل حاجة عندك بتتقاس هنا، الضغط، الاكسجين في الدم، نبضات القلب، وبتدعم كل انواع الرياضات. فمن غير ما نضيع وقت كتير بقى، انزل اعمل سبسكرايب ولايك ويلا علشان نبدأ في الفيديو. اول حاجه نشوف محتويات علبه الساعه. اول حاجه بتلاقي عندك الساعه موجوده في المكان ده، وجنبها في كرتونه صغيره، هي دي اللي ملموم فيها كل محتويات العلبه. اول حاجه عندنا سلك شحن الساعه وهو ماجنتيك. تاني حاجه الاستراب المعدن ده، واللي ناس كتير ممكن تفضله. الساعه جايه اساسا باستراب رابر كده، ولكن ده استراب معدن عشان انت لو محتاج. وطبعا انت هتحتاج تضيق الاستراب ده، فموجود عندك قطعه لتضييق الاستراب ده. هي القطعه دي بتثبت الساعه جوه القطعه دي، وبتقدر تفك الجزء ده كده وتزقه، بيطلع الجزء المعدني اللي موجود هنا في الاستراب، وبتقدر تشيل اجزاء من الاستراب وتركبهم في بعض تاني. وعندنا ورقتين، اول حاجه بطاقه ضمان من شركه هاينوتك، وتاني حاجه ورقه موجود عليها موديل الساعه، ومن ورا عندك الQR بتاع الابلكيشن بتاع الساعه. بعد كده بقى نيجي للساعه نفسها ونتكلم عن التصميم بتاعها. اول حاجه الساعه جايه بشكل مدور مش مربع، على عكس اغلب الساعات اللي بقت موجوده دلوقتي، وبحجم مناسب جدا لو انت ايدك متوسطه او كبير. يعني لو بنت ما انصحهاش خالص تشتري الساعه دي، لان فعلا الساعه حجمها كبير شويه. بالنسبه للوزن هو عموما مش تقيل، يعني هو اخف مثلا من الساعات المعدن اللي احنا بنستعملها، ولكن ده في وجود الاستراب الرابر. لكن انت لو هتستعمل الاستراب المعدن هتكون تقيله عادي جدا. يعني الساعه انت حاسس بوزنها على ايدك، ولكن هي مش مؤذيه، مش هتتضايق منها. بالنسبه لجسم الساعه والزراير هم مصنوعين من المعدن، ولكن الجزء اللي تحت بتاع السنسورات انا حاسه بلاستيك. وطبعا الشاشه بتاعت الساعه مصنوعه من الازاز، يعني ما فيهاش كلام. ولكن بصراحه اللي لاحظته على الساعه دي ان الشاشه مقاومه جدا للخدش. يعني عندي دلوقتي انا بستعمل الساعه دي من فتره كبيره جدا، وما لاحظتش ان في اي خدوش ولو بسيطه حتى اللي بنشوفها على شاشات الموبايلات بتاعتنا. والكلام ده على ساعه، يعني طبيعي انها ممكن تتخبط منك او في اي حاجه تحصل لها. ولكن حتى لو الساعه اتخبطت هيقابلك الوش المعدني او الفريم المعدني اللي لافف حوالين الساعه، واللي هنذكره قدام في العيوب بتاعت الساعه. تعالى بقى نتكلم عن الساعه في اللبس. انا بصراحه ما جربتش غير الاستراب السيليكون. الاستراب المعدن انا قلت لك ان في جزء علشان تضيق وتوسع الساعه وهكذا، ولكن الجزء ده مش شغال اصلا. انت لما بتقفله للاخر بيتبقى فيه جزء كبير جدا من القطعه المعدنيه اللي ماسكه الاجزاء بتاعت الاستراب في بعض موجوده جوه، وبتيجي تشدها من الناحيه الثانيه ما بتتخلعش. جايز يكون ده عيب في الساعه اللي معايا دي تحديدا، ولكن في الطبيعي انا عندي دلوقتي ما قدرتش اجرب الاستراب المعدن، فانا هتكلم عن الاستراب السيليكون. بالنسبه للساعه في اللبس هي مريحه وشكلها رايق جدا في اللبس. اولا دي طبعا ساعه رياضيه بتتتبع الصحه والنوم والحاجات دي، وانا تحديدا بقى بتكلم عن جزئيه النوم. انا ازاي هنام بساعه بالحجم ده كله في ايدي؟ يعني انا بكون لابسها واوقات بحس انها مش مريحه، فما بالك بقى انا لو نايم بحاجه زي كده. انا ما قدرتش انام بالساعه دي ولو يوم واحد بس علشان التجربه مش مريحه تماما في النوم. فانت ازاي حطيت في الابلكيشن بتاع الساعه حاجات كتير بتتتبع النوم والصحه وكده، وانا اصلا مش قادر انام بالساعه بحجمها ده كله. تاني حاجه فاكر الحافه المعدنيه اللي انا قلت لك هنتكلم عنها في العيوب؟ هي دي بقى. حجم الشاشه بتاعت الساعه بالنسبه لجسم الساعه نفسه تقريبا استحواذ 80% ويمكن اقل كمان كتير. عندنا اولا حافه معدنيه كبيره جدا حوالين الساعه، زائد ان اصلا في جزء خارجي كده للاستراب علشان يتركب فيه، مش مجرد قطعتين والاستراب يتركب فيهم، لا في جزء كامل طالع كده مسحوب علشان الاستراب يتركب منه. فالحجم بتاع الساعه ده كله كان المفروض يكون اقل، وبرده يكون عندنا نفس حجم الشاشه. الشاشه بقى الشاشه اللي احنا حرفيا ما نعرفش نوعها ايه. بالنسبه لكرتونه الساعه انت هتلاقي مكتوب عندك هنا ايه؟ اموليد، ولكن لو قربت شويه هتلاقي ان مكتوب عندك فوق HD IPS، يعني الساعه مش اموليد. نيجي بقى بالنظر الساعه دي شاشتها مصنوعه من ايه؟ الساعه دي شاشتها IPS. بالنسبه لنا الشاشات الاموليد بتكون شاشه الوانها نقيه كده ورايقه، وكمان عندنا اللون الاسود بيكون مطفي، ودي اهم جزئيه في الشاشه الاموليد، لان طبعا في شاشات IPS الوانها كمان احسن من الشاشات الاموليد، ولكن هنا اللون الاسود منور وحالته زي الفل. طب يعني بالبلدي كده الشاشه دي معيوبه؟ الصراحه نهائيا. الشاشه صوتها ممتاز حتى تحت اشعه الشمس، وكمان في البيت انت ممكن كمان تنزلها عن 100%. والشاشه في التحرك سلسه جدا، يعني انت بتستعمل الشاشه ومش حاسس فيها بتقطيع او ان الشاشه دي فريماتها قليله، واستجابتها ممتازه والوانها رهيبه. يعني هتقدر تستعمل كل الواتش فيسز اللي موجوده عندك في الابلكيشن بتاع الساعه. سطوع بقى والوان وشاشه وحركات، اكيد الساعه دي ما بتقعدلهاش 15 16 يوم. بص هو انا كشخص عندي اقتناع بحاجه معينه. بالنسبه للساعات السمارت انت استعملها زيها زي الموبايل، يعني انت هتشحن الساعه الصبح وتفصل منك اخر اليوم. بالنسبه لي انا من رايي مش عيب حتى لو هتشحن طول الليل، ولكن بالنسبه لي قضت معايا اليوم كده تمام. قصدك يعني ان الساعه دي بقى بتقضي اليوم؟ لا والله خالص. الساعه دي انا شاحنها بقالي 3 ايام، وحاليا قدامك اشوف الساعه كام. الساعه 58% البطاريه بتاعتها، انا بقول لك من 3 ايام، ولكن اخر يوم انا ما استعملتهاش قوي للامان. فانت هتقول ان في الطبيعي الساعه دي بتقل بنسبه 20% في اليوم، ولكن ده ايه؟ استخدام مكثف، متوصله بالموبايل بقى ومكالمات، وبتفتح تبص في الساعه وبتعمل فيها قلق كبير. ووقت الشحن انا بشحنها من اللابتوب بتاخد لها بتاع ساعتين 3 وبتبقى فل. ولما
لما بندخل على الساعه كلوز اكتر بنقدر نشوف كل التفاصيل بتاعه الساعه. واول حاجه عندنا هو الزرار اللي تحت ده، هو زرار خاص بتنوير الشاشه بتاعه الساعه وقفلها، ما بيعملش اي حاجه اكتر من كده. وعندنا الزرار الثاني هو يعتبر الزرار الاساسي، هو الزرار ده لما بنضغط عليه ضغطه بينور لنا الشاشه، ولما بنضغط كمان ضغطه بيبدا يدخلنا على القائمه الخاصه بالساعه اللي بتقدر تتنقل فيها عن طريق السحب كده وتختار اي عنصر انت عاوزه، او عن طريق البكره اللي موجوده في الزرار نفسه. البكره دي بتقدر تلفها علشان تتنقل في القائمه الخاصه بالساعه او الابلكيشنات اللي موجوده على الساعه. وعندنا الزرار الاخير هو ده الخاص بالرياضات اللي لما بنضغط عليه برضه بيجيب لنا مجموعه كبيره جدا من الرياضات الموجوده في الساعه دي. فتعالوا بقى نتكلم عن كل حاجه في الساعه وازاي حتى تستعمل الساعه دي. ولو جينا نشوف هنا الابلكيشنات او الخصائص بتاعه الساعه هتلاقي اول حاجه عندك المكالمات، بعدين المسجات، بعدين جهات الاتصال لو انت عاوز تضيفهم عن طريق الابلكيشن بتاع الساعه، بعدين عندك سجل المكالمات، الرياضات، جزء كده للاحصائيات بتاعت اليوم علشان تعرف انت حرقت كام كالوري، مشيت كام خطوه وهكذا عن طريق الجزء ده. وكمان عندك جزء للنوم، للموسيقى، لنبضات القلب، لضغط الدم، مستوى الاكسجين في الدم. وعندك جزء الستايل، ده عن طريقه انت بتقدر تختار ستايل لشكل اصلا القوائم دي على حسب الشكل اللي انت حابه. موجود عندك مجموعه من الاشكال لو عايز تختار حاجه منهم، ولكن انا عن نفسي مستقر على الشكل اللي انا بستعمله ده. وكمان عندنا تحت هنا سيري لو انت موبايلك ايفون، ولكن لو انت موبايلك اندرويد بيستعمل جوجل اسيستنت. عندك كمان جزء للطقس، وعندك جزء كده للتنفس علشان لو عاوز تظبط مستوى التنفس عندك، بيقول لك يعني خد هنا شهيق وبعدين زفير وهكذا يعني. بعدين عندك آلة حاسبة، محفظة لو عاوز برضو تستعمل محفظة عن طريق الساعة. وعندك جزء الكاميرا، ده طبعا الساعه ما فيهاش كاميرا ولكن بتقدر تصور منها بالكاميرا بتاعت الموبايل لو انت فتحها. بعدين عندك بيزنس كارد، بعدين عندك تايمر، ستوب ووتش، الحاجات الطبيعيه بقى اللي هتلاقيها في اي ساعه. بعدين عندك فايند فون، لما تضغط عليها بيجيب لك الموبايل عن طريق ان هو بيصدر زي سيرينا كده علشان تقدر توصل للموبايل. بعدين عندك موشن تراك، عندك منبه، جزء لقياس الارتفاع، وعندك جزء فيميل ده لتتبع البريود عند النساء. وعندك بعدين جزء الاعدادات اللي عن طريقه بتقدر تعمل تخصيصات كتير زي السطوع، الاولويز اون ديسبلاي، وعندك كمان الكي ديفينيشن. عن طريق دبل كليك او لونج بريس على الزرار ده بتقدر تعمل بيها اكشن معين تقدر تاخده من الساعه. انا عامل هنا مثلا ان انت تفتح سيري عن طريق الدبل كليك، وعندك اللونج بريس بيفتح لي الجزء بتاع المكالمات. وتعالوا نجربهم مع بعض. لو ضغطت ضغطه مطوله بيبدا يفتح لي الجزء ده علشان انا لو عاوز اعمل مكالمات، ولو ضغطت ضغطتين بيبدا يفتح لي سيري، وطبعا لو ضغطت هيفتح لي سيري على الموبايل بتاعي. تقريبا دي كل اهم الخصائص اللي موجوده في الساعه. كمان لو ضغطت ضغطه مطوله هنا بيبدا يجيب لك الواتش فيسز اللي عندك لو عاوز تختار اي واتش فيس من دول، وكمان تقدر تغيرهم عن طريق الابلكيشن نفسه. وده الديفولت واتش فيس اللي موجود اصلا على الساعه اول ما هتفتحها. وعندك فوق هنا كده لو سحبت هتلاقي زي شريط مهام او شريط اشعارات مصغر، بتقدر تعمل منه شويه مهام في الساعه زي ان انت تتحكم في السطوع، وتقدر كمان تقفل التعديلات في الساعه، تقدر توصل الموبايل بيها، تفتح البرزوز، تعمل منبه، شويه تخصيصات في الساعه نفسها. بالنسبه بقى للمكالمات، انا كنت بستعمل الساعه دي في قلب الزحمه وكانت شغاله معايا تمام وزي الفل، والطرف الثاني من المكالمه ما كانش بيشتكي. ولكن انت مش هتعتمد على تجربتي، انا خليك تسمع بنفسك مكالمه انا متكلمها من الساعه دي. ماشي يا اسطى. ايه؟ الو. الو. ايه يا ماما؟ السلام عليكم. حضرتك اليوتيوبر احمد عبد القادر؟ ايوه معايا. انا مش مصدق، معلش انا والله انا جبت رقمك ومش مصدق ان انت رديت عليا، يعني ما كنتش متخيل ان انت هترد عليا بجد. طب انت سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. طب استنى اتكلم معاك في اي حاجه. انا دلوقتي يا اسطى بجرب ساعه. ايه ده، انت حضرتك بتصور فيديو؟ حضرتك بصور فيديو. انت تمام. سامعني كويس ولا؟ سامعك كويس جدا بجد؟ والله بجد، وحتى لو مش سامعك حضرتك انا ليا الشرف ان انا اسمعك. تمام، انت كده بقى تقدر تحكم على صوت المايك بتاع الساعه. وبالنسبه لصوت الساعه نفسها تعالى برضو نسمعه مع بعض. ايه يا معلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك اليوتيوبر احمد عبد القادر؟ ايوه معايا. انا مش مصدق، معلش انا والله جبت رقمك ومش مصدق ان انت رديت عليا، يعني ما كنتش متخيل ان انت هترد عليا بجد. طب انت سامع؟ طبعا عندنا الساعه دي بتشتغل مع اجهزه الاندرويد والاي او اس عن طريق ان انت بتعمل سكان للكيو ار اللي موجود على الورقه اللي انا وريتها لك في الفيديو، او بتعمل سكان للكيو ار اللي موجود على ظهر العلبه. طب يعني لو الورقه ضاعت والعلبه ضاعت خلاص كده انا مش هوصل الساعه؟ لا عادي، بتقدر تفتح من اعدادات الساعه الكيو ار ده وبتعمل له سكان وبتحمل الابلكيشن واللي هو اسمه ار دي فيت. واول ما بتفتح الابلكيشن بتدي له كل البرميشنز اللي هو محتاجها، وبعدها بتقدر توصل الساعه بسهوله جدا عن طريق البلوتوث. بس بتلاقي عليها بقى كل التخصيصات، الواتش فيسز وكل حاجه انت محتاجها. طب الساعه دي بقى ايه دنيتها في موضوع السعر؟ قيمه مقابل السعر، يعني ادفع وانا مطمن. مش لما تعرف السعر الاول. الساعه دي سعرها بالظبط 2000 جنيه، 1999 جنيه كقيمه مقابل سعر. بصراحه
انا كنت مبسوط جدا وانا بجرب الساعه دي، فرحان بتجربه الساعه. كل ما بفتح حاجه او بستعمل حاجه في الساعه بقول ازاي كل المميزات دي موجوده في جهاز صغير قد كده موجود على ايد. بتقدر تتكلم من الساعه مكالمات، بتقدر تتابع كل انشطتك الرياضيه، وبتقدر تخصص حاجات كتير جدا في الساعه زي الزراير بتاعت الساعه نفسها انت تقدر تخصصهم بحاجات، وبتقدر تعتمد على الساعه دي اعتماد كامل جدا كسمارت ووتش موجوده في ايد، وبسعر مقارنه باسعار الساعات السمارت ووتش اللي بتعمل نفس المميزات دي بالظبط رخيص. فهي رخيصه، يعني لو قارناها بساعه من ساعات ابل او ساعه من ساعات سامسونج، الساعه دي ببلاش. الساعات الثانيه حرفيا باسعار موبايلات، يعني انت هتلاقي نفسك دافع 2000 جنيه ومش جايب ساعه تسليك. ده الباند دلوقتي بقى سعرها بيتعدى ال 1000 جنيه، فانت هتزود شويه وهتاخد سمارت ووتش يعتمد عليها جدا، بتقدر على الاقل تعمل منها مكالمات، سامع ومسموع من الشخص الثاني بكل سهوله. القياسات الصحيه حتى قريبه من المظبوط، ولكن اكيد فيها عيوب. الشاشه ينقصها انها تكون امن، وحجم الساعه يكون اقل شويه. وصراحه انا مش ملاحظ في الساعه اي مشاكل ثانيه. بالنسبه لقصه الاستراب المعدن، هو مش مجبر يحط لك استراب ثاني اصلا، وانت تقدر تشتري اي استراب بنفس المقاس بتاع الاستراب ده اللي هو 22 مللي، وبتقدر تركبه وامورك زي الفل. ففكره الاستراب المعدن اعتبره ما جاش خالص، وانت برضو دافع الفلوس دي، ما تزود لك كمان 100 جنيه يا عم وتجيب لك استراب معدن. زائد ان اصلا الاستراب الرابر اللي موجود في الساعه ما اثرش خالص. يعني انا فضلت استعمل الساعه دي لفتره كبيره جدا، حاولت مره واحده بس ان انا استعمل الاستراب المعدن، ولكن بالنسبه لي الاستراب الرابر حتى اريح يا اخي في الايد. بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت لسه مكمل في الفيديو عندي دلوقتي، يا ريت تدعمني بلايك وسبسكرايب وتشجعني على الاقل علشان اكمل في الفيديوهات ونرجع نعمل فيديوهات ثانيه باستمرار. ما تنساش بقى تقول لي رايك في الفيديو، رايك في الساعه، رايك في كل حاجه في الفيديو كمجمل تحت في الكومنتات، واشوف وشك على خير.